تخيل إنك في وسط صحراء فاضية تماما، مفيش لا بشر ولا رياح ولا حيوانات، وفجأة تلاقي صخرة وزنها أكتر من 300 كيلو تتحرك لوحدها. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. المنظر ده فعلا بيحصل في مكان اسمه ريستراك بلايا في وادي الموت في كاليفورنيا. صخور ضخمة بتتحرك لوحدها وتسيب وراها آثار طويلة في الأرض وكأن حد جرها بإيديه. الناس هناك كانت بتخاف تروح المكان زمان، وكانوا بيقولوا إن في أرواح بتسحب الصخور دي بالليل. بس لما العلماء حاولوا يفسروا الظاهرة لقوا حاجة غريبة أغرب من الخيال. بيتكون طبقة تلج رفيعة جدا فوق الطين، ولما الشمس تسخن الصبح التلج بينكسر والصخر يبدأ يتحرك بهدوء. بس الغريب إن الحكاية دي ما بتحصلش غير في أيام معينة، ولحد النهاردة مفيش حد قدر يصورها لحظة بلحظة بوضوح كامل. في فيديوهات بتوري الحركة فعلا، بس تفضل تتساءل، هل ده فعلا الطبيعة ولا في حاجة تانية بتحركها؟ الصحراء دي بتتسمى أرض اللعنة عند السكان المحليين، وبيقولوا إن اللي ينام هناك بالليل يسمع صوت صخور وهي بتزحف حواليه. تفتكر إيه السبب الحقيقي ورا الظاهرة دي؟ لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وما تنساش تفعل الجرس وما تبخلش علينا باللايك، ولو عندك موضوع اكتبه لنا في الكومنت، ممكن يكون هو موضوع الفيديو اللي جاي.